فمش كل حاجه ينفع اواجهها ومش كل حاجه ينفع اهملها. انت لازم تقيم الموضوع. هل ان انا لازم يعني اتعامل مع المخاوف دي واواجهها واحلها، ولا جاست بس افضل اهرب منها طول الوقت؟ على حسب نوع المخاوف. احنا نقسمها حاجتين: حاجات انت لازم تواجهها وتصلحها، وحاجات انت لو واجهتها وصلحتها هتستنزف من وقتك. حاجات تافهه بتحصل اروح اواجهها، انا كل واحد زعلان مني اروح انت مالك فيك ايه، طب انت شايفني ازاي، طب مش عارف ايه، اصل في مشكله بين 2 موظفين في الشغل فانا لازم اقعد احل مش عارف ايه. حاجات تقدر ان انت تتخطاها ما تواجههاش بحيث ان هي مش هتستنزف منك. تمام. مخاوف حقيقيه بقى، مخاوف في شغلك، مخاوف في البيت، مخاوف وانت بقى عمال تصوف وتاجل، لا انت لازم تواجه علشان تحل المشكلة دي، علشان تصفي ذهنك ان انت تقدر تنجز عمل اكتر، تقدر ان انت تتقدم في حياتك اكتر. فمش كل حاجة ينفع اواجهها ومش كل حاجة ينفع اهملها. انت لازم تقيم الموضوع. موضوع بحجم ان انت لازم تقعد وتحله، يبقى لازم تقعد وتحله. لو انت اتهربت من دوت او سوفت في دوت ما عملتوش دلوقتي، انت كده بتضر نفسك. موضوع شايفه تافه وهياخد من طاقتك ووقتك على الفاضي، وهو كده كده هيتحل لوحده او اي حد تاني ممكن يحله مكانك، خلاص ما مش لازم كل حاجة تقف عندها يعني.